هو ده اللي بيشيل الشعر؟ ايوه. صورة مع احمد بالوكس. بس ايه الاستقبال ده يا عم؟ استنى، لا ما تشيلش كده. الحاجات دي بص، الحاجات دي محتاجه نعم ميتين ام الهزار يا عم، ما بهزرش معاهم كده يا عم. وانا هي بس ما بهزرش معاهم كده يا عم. ايه الهبل ده؟ هي مش انا. انت هتركبني ذنب ليه طيب؟ انا ما بهزرش معاهم كده، محدش يهزر معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. بصوا يا جماعه، مقلب النهارده مقلب مش عادي، مقلب مختلف عن كل المقالب اللي عملناها. طبعا اديكوش زي ما شفتوا احمد ما شاء الله ما بيأثرش فيه باي مقلب، بس المقلب مختلف جدا. بصوا يا جماعه، احنا المفروض ان احمد يعني كان متفق معانا ان هو هينزلنا النهارده انا وياسمين نخرجنا وكده، ويا احمد قال اكيد طبعا ومش عارف ايه. فقلنا له طب يلا نقوم نلبس كلنا بقى، نقوم نلبس. قال لي لا طبعا انتوا بتاخدوا وقت وانا بمل ومش هينفع استناكم معرفش ايه. فقلنا صح فعلا، احنا بنات وبنحط ميك اب ومعرفش ايه، فنقوم يا ياسمين نلبس احنا عشان لبسنا طبعا ما نتاخرش، وبعدين هو يلبس في الاخر. بعد ما لبسنا زي ما انتوا شايفين كده ايوه وخلصنا وجهزنا، يلا يا استاذ احمد نخرج. لقينا استاذ احمد نايم، نصحي في احمد مش راضي يصحى، بنتحايل عليه يصحى، بيتشنج علينا فمش راضي يصحى، بيزعق وايه. فاحنا قررنا ننتقم منه. بقى هنعمل فيه ايه؟ حذروا فزروا. تخيلوا بقى. نزلنا جبنا الشرايح الوكس الجميله دي، هذه الشرائط من الصيدليه، وقررنا نلزقها له في عشان رجله نعلمه الادب. وانتوا بقى عارفين لما دي بتلزق في الرجل طبعا ما بتطلعش بسهوله، أكيد. لازم تشد الشعر كله. فاحنا قررنا ايه، نعلمه الادب ونعمل فيه مقلب لطيف ظريف عشان بعد كده ما يلبسناش تاني ويخلينا قاعدين. المهم يا جماعه، عائله احمد حسن ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتوصلوا للمقلب ده ل100,000 لايك، عشان لو وصل ل 100,000 لايك هنعمل لكم حاجات كتير ومفاجآت كتير زي ما احمد دايما بيقول لكم. المهم ان في حد المره اللي فاتت كان كاتب عائله احمد حسن وشيرنا له القناه، لو دخلتوا هتلاقوا في الكوميونتي ان احنا مشيرين له القناه بتاعته. فما تنسوش بقى يا عائله احمد حسن يا جميله تخشوا وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتوصلوا الفيديو ده ل100,000 لايك، واللي لسه بيتفرج جديد يشترك في القناه عشان لو القناه وصلت ل2 مليون هنعمل لكم اغنيه، وغير الاغنيه في حاجات كتير جدا بس احنا لسه بنفكر فيها وبنخطط فيها، وان شاء الله هنعمل لكم مفاجآت كتيره جدا. فيلا بينا نبدا المقلب. يلا بينا. طبعا اللي هو بيصور انتوا عارفين مين، محمد. ازيك؟ محمد دوت ايه، خير قوي. اللهم اول ما قالوا لي طب خلاص محمد يعني جيت على طول كده. يحب الخير دايما، يحب يقف في الخير. بص البس يا حبيبي. احمد قوم يا احمد يلا عشان ننزل. هننزل ايه؟ احمد قوم، مش هتنزلنا برضو؟ على فكره احنا عملنا فيك مفاجاه هايله يا حبيبي، عشان بقى ايه تبقى ما تنزلناش تاني. يلا يا روح. بص على رجليك كده، بص على رجليك. قوم بص على رجلك والنبي. بص على رجلك وقول لنا ايه رايك. ايه رايك العادات تتبسط كده. يلا مش انت مش نزلنا. يلا ازيك عامل ايه؟ هلو زي الصحه. هاي. في ايه؟ ازيك يا حماده؟ بقول لك ايه يا حبيبي، احنا حبينا نهزر معاك بمناسبه ان انت ما رضيتش تخرجنا وحطينا لك واكس في رجليك. حطينا لك واحده هنا واحده هنا. هو تلاقيه مش عارف يعني ايه واكس تنيلي. هات بقى كده. ها ايه رايك؟ يلا مبسوطه ولا مش مبسوطه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده واكس. واكس يا روح. بص
من غير ما تتوتر ولا تتعصب ولا تتنرفز. ثانية عشان في حاجة مش مظبوطة. ايه ايه ده استنى بس ايه ده؟ استنى بس هفهمك. بص يا حبيبي عشان بعد كده ما نبقاش لابسين وجاهزين وتيجي في الاخر ما تخرجناش. قوم يا احمد مش عايز تقوم. بقول لك ايه هو ده اللي بيشيل الشعر؟ ايوه ثانية صورة مع احمد بالوكس. بس ايه الاستقبال ده يا عم؟ استنى لا ما تشيلش كده. الحاجات دي بص الحاجات دي محتاجه نعم ميتين ام الهزار يا عم، ما بهزرش معاهم كده يا عم. بس ما بهزرش معاهم كده يا عم. ايه الهبل ده؟ هي مش انا. انت هتركبني ذنب ليه طيب؟ انا ما بهزرش معاهم كده، محدش يهزر معايا. حماده بيبي نو كده مودي. اوعى يا محمد بقى. هو بيزعل ايه؟ هو بيزعل ايه؟ يا عم اوعى يا عم، شيل القرف ده. مودي بص هقول لك حاجه. انت انا بهزر معاك حد كده. ثواني بقى وانا بشيله. يلا يا بس اوعى يا محمد. اوعى يا عم بقى. بص يا جماعه استنوا خليكم ريلاكس معاك يا بوي. ريلاكس بس هقول له كلمه بعد اذنكم ادوني فرصه. حبيبي اهدى عشان نعرف نشيلهولك لان ده صعب. عشان ده مش بتشد كده، ده بتشد بقى كده. بس بقى ايه ده بقى كده؟ ايه ده بقى؟ ميتين ام الهزار ده مش هزار. اوعى لا يا عم، ده مش ميتين ام الهزار. اوعى بس. طب ايه الهبل ده؟ ايه ده؟ انا هشيلهولك حبيبي. إيه؟ حبوبي اللذيذ هشيلهولك بقولك انا. إيه؟ ريلاكس يا بيبي، خليك ريلاكس. ارجع كده لورا. في بص يا حبيبي ده بيتشال كده ماشي. بس ايه دي بقى كده؟ ايه دي بقى؟ ايه بس في ولاعه بتاعت البوتاجاز جوه. لا خد انا هشيلها. هي بتشيل الحاجه. لا امسك بس ثواني وانا بشيلها. ولاعه الشاي. بص يا جماعه هو بس ايه دي بقى؟ ايه دي بس كده؟ ده يتشال ازاي؟ استنى ده يتشال ازاي بس؟ بطاريه ما توجعكش. يتشال ازاي؟ كده بس ايه شيلوا بقى بالراحه، شيلوا بالراحه انتوا الاثنين مره واحده. يا ميتين ام الهزار محدش. ايه دي بقى؟ ياسمين استنى. الله ما تهدي. بص يا جماعه هو اللي بيشيل الوكس ممكن اشيل لك انا واحده ياسمين واحده بالراحه ده بيتشال ازاي؟ هوريك اهو براحه خالص. ايه دي بس بقى بس ايه دي بقى كده؟ الاول وبعدين انت احنا الاثنين لا كتير الموضوع صعب كده. بص يا حبيبي اهو. رجلي يا رجليك بقت بيضه زي القش. كنت محتاج جلسه النظافه دي من زمان والله. بص رجليك بقت نضيفه زي القشطه. كنت والله العظيم محتاج جلسه النظافه دي من فتره. بقول لك ايه نكمل بقى. نكمل رجليك زي نحط لك بتاع 3 شرايح هيتشال الموضوع بكل سهوله. عشان بس المنظر بقى وحش. يلا ولا مش كده يا حبيبي. اهدى هدي اعصابك، خليك ريلاكس يا بيبي. احمد معاك فيها ايه؟ ايه ده؟ خفيف لطيف ظريف. في حاجه ده؟ ايه ده مين شالك انت؟ لا بص هو المنظر ده عشان بس نبقى متفقين مش متناسب. بقول لك هات الباقي يلا عشان يا عم بس بقى يا عم بقى. طب خلاص ميتين امي كده. حبوبي معلش كنا بنهزر. معلش كنا بنهزر معاكي، ده خفيف ظريف. بعدين عادي. بص خليتك ناعم ازاي بقيت نعوم. بص يا احمد بس ايه بس والله لا ماشي والله حلو والله. انا هوصلك ميتين امي شعرك. هقول لك حاجه. بصي دي بتاعتي انا، بصيت في اكتر ازاي. بس بقى حبيبتي دي بتاعتي انا. لا يا اما دي بتاعتي انا. بقى انتوا بتهزروا. وربنا دي بتاعتي انا. دي بتاعتك ايه؟ طب مش عارفه تنضفي كويس. لا بس انت اللي مخليه له الشمعه على رجليها. اول مره اعرف ان رجلك نضيفه يا والله. حبيبتي دي اللي كانت ناحيتي ودي اللي كانت ناحيتك، ما تحاوريش. اهي بصي اللي بس انا بجيب واحده ثانيه عشان تنضف. استني يبكي. محدش يوصل مع ميتين امي تاني بقى. خلاص اهدى. كنا مش انت قلت هتخرجنا وبعدين ما خرجتش. مش والله ما انا بخرجه بعد كده خالص. لا انا مش هخرجه خالص. بس يلا عشان نخرج. يلا عشان نخرج. بس يلا ايه يا بودي يلا. ايه دي بعد اذنك عشان ما ازعلكيش والله العظيم هزعلك. يلا بس والله العظيم اقسم بالله هزعلك. ماشي ما قلة ادب عليك. صحتي يا بيضه. هو ايه ده عشان ما قلش ادب عليكم. بس انا قلتهم بالله صحي. انا لو مراتي عملت فيا كده بالادب. عارف لو مراتي عملت فيا كده اعمل فيها ايه؟ قلم على خليتها. طب انا عايز اعرف صحينا قلم على خليتها يا اخي. مفيش طيب ماشي. مش احنا صحينا بالراحه حاجه؟ مفيش خروج معانا تاني يا بنتي. احنا عمالين نصحي بالراحه. بص يا دي جت تصورك بتقول لي احنا انا مش هينفع اقول لك على المقلب عشان ده سر. قلت لها ايه هو المقلب؟ قالت لي سر. طب انت انا اتفاجئت. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ والله ما صورت. عيب يا شيخ. مش انت اللي مديني الوكس بايدك؟ انا؟ ها؟ ايوه انت شو صاحب الفكره. انت عارف ان اخوك يعمل معاك كده؟ هو مش صاحب الفكره بس هو اللي ادانا الوكس. بسم الله لبسوا بعض. لا بس والله العظيم بقت زي القشطه. هو يا جماعه ده الفرق اللي بيعملوا وكس. شايفين ما شاء الله. بس بقى ما تهرجيش بقى. ومن هنا بنقدر نقول ان وكس بعديه مفيش مثيل. بقول لك ايه؟ بينضف رجل احمد من اول والله غسله. ايه اللي ادبي. انت كمان لما اكون مش عايز هنعمل معاك كده. قسما بالله انا بقفل الباب حبوبي عليا. احنا اتحايلنا عليك كام مره تقوم تصحينا تخرجنا وما قلنا رضيتش. بالادب والذوق ما ينفعش. ده احساسنا بقى.
امي كده انتوا بتهرجوا والله. النرفزه اللي انت فيها دي ها احنا بقى حاسين بيها. تخيل انت احنا لبسنا وجهزنا وفرحانين ومبسوطين وانت صحيت مش عايز هو هيفضل ميتين امي يلسع كده كتير؟ لا خلاص نحط لك عليه تلج والدنيا تبقى زي الفل. هات تلج، هات تلج، شوفي تلج. مش تلج، لا تلج ايه، شويه وهيهدى شويه وهيهدى. زيت الآلية وهيبقى زي الفل. محمد ايه ده بقى يا محمد بقى؟ بقول لك ايه ده لازم نشيله، التكمله دي لازم نشيلها. والله منظر عشان هتفضل موجوده. بس ما تخليش ايه اللي افهم، مش قصدي حاجه. الشمع ده يا بصوا يا جماعه، الشمع ده مش لازم الشمع، هتخليه كده هيفضل يلزق فيه. زينب قومي بقى. بعدين الشعر ده ادينا سيلفي فتحي عبد الوهاب انا واحمد. يلا يا عمي بس اوعى بقى يا محمد بقى، ما تهرجوش بقى وحد يشرج معايا يا جماعه تاني. قمر بالله يشفى عسل. تحب تقولي ايه لاخوك يا احمد؟ مبسوطه؟ اقول له يا احمد يا رب يكون المقلب عجبك، يعني لو عايز نعمل معاك كده تاني ادبك علينا. محمد تحب تقول لاخوك ايه بمناسبه المقلب؟ ان شاء الله والف الف مبروك. ماشي. احمد تحب تقول ايه عن المقلب اللي احنا عملناه فيك؟ طب شكرا يا احمد. انا على فكره واحب اقول لك حاجه بس. قول لي. تزعليش. ما تزعليش. شعرك ده انا هقصهولك. واديكوا شايفين يا جماعه اي حاجه تحصل هحلقلك حواجبك. حواجبي ايه ده؟ لا مش انت كده شعرك دوت هقصهولك، وانت حواجبك دي هحلقها لك. البس برضه. انتوا الاثنين هنفخكم. ما حدش يزعل بقى. غطي وشي وانا نايمه. والله ما تزعلوا. غطي وشي والله يستاهلوها. امسك بقى امسك كده. ويا سلام اخوك ان شاء الله. تصدق على اخوك كده. بس ايه ده بقى؟ شايف اخوك؟ وعشان اخوك ولا ايه؟ ايه ده بس عشان بتلسعني. مقلب ظريف. ايه بتلسعني وايه اللي ادبي عليكم؟ لحد دلوقتي مش عارف ايه اللي ادبي. وشه محمر ليه؟ ده مقلب صارفين عليه. انت هم لسعوك في وشك ولا في رجلك ولا ايه ظروفك؟ بصوا ده روح عامله ازاي؟ بس هي الحاجات دي بتوجع؟ كنا عملناها في دقن يا زينب. يا عم بس بقى يا عم بقى. يا لا كنا عملناها في دقنك. لا اصل صوت واترمى بصوا يا جماعه، عائله احمد حسن تنزل تعمل كومنتات كتير. عائله احمد حسن تحكم علشان نشير لكم القناه. اكتر حد هيعمل كومنت عائله احمد حسن تحكم هنشير له القناه بتاعته. وبنحبكم جدا. انت عائله احمد حسن ايه؟ انت مالك دلوقتي؟ انت عائله احمد حسن عشان ما انتش ده عليكي. هو ده احمد حسن. ينفع كده يا جماعه؟ ينفع كده؟ ودي العيله، بس انتوا طبعا برضو العيله. انتوا عيلتنا يعني، بس دول العيله الرئيسيه. ازيك عامل ايه؟ وده احمد حسن اهو. انزلوا اكتبوا في الكومنتات عائله احمد حسن تحكم. يلا خلاص بقى. بس بقى بس. المره الجايه يعملوا في دقنك. بقول لك ايه، تعالى ازيك عامل ايه؟ استنى باخد معاكم سيلفي. تعالى بس، تعالى هات بس الكاميرا يا زينب بقى. قول انا بحبكم 5 مواه ويلا بقى. وايوه ثانية اللي موافق ان احمد يكمل بقيه رجليه عشان المنظر بقى كده مقزز يكتب ان احنا موافقين. ان في حاجه هنا عجبك يا حبيبي؟ عجبك؟ بس عشان ما هيقل ادب عليكم كلكم. عيب الكاميرا تقفل. اقفل الكاميرا وانا اللي ادب عليكم الوقت. هتحكوا ضرب مش عايز بس قدام الناس. بصوا يا جماعه هو قافش بس هنقف جنبه برضه. اهم حاجه يا جماعه ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتوصلوا الفيديو ل 100,000 لايك، عشان لو وصل ل 100,000 لايك هننفخه في حاجات كتير. وما تنسوش الكومنتات عائله احمد حسن تحكم، واكتر حد هيعمل كومنت عائله احمد حسن تحكم هنشير له القناه بتاعته. ويا رب مش عارفه ايه، يا رب المقلب يكون عجبكم ان شاء الله. بصي يا جماعه لو انتوا مش عارف والله اقول لهم ايه يعني. عجبك صح؟ بس يا جماعه هو انت بيكيفك المقلب في الاخر؟ والله بقيت بحسها بتتكيف من المقلب في الاخر يعني. عارف انت مش عارف بس احنا ما عملناش في حاجه والله. بس بقى ما تصورنيش كده يا ناس. شفتوا حلاوته بس عشان دي وحشته دي. بصوا يا جماعه يعني انا مش عارف اقول ايه والله، بس حسبي الله ونعم الوكيل. ولو قول لهم لو عجبكم المقلب ده يلا 1 2 3. مش هقول لكم انا بقى احمد حسن، مش هقول لكم انزلوا اعملوا لايك ولا انزلوا اشتركوا في القناه ولا فعلوا الجرس ولا اكتبوا كومنتات ولا الجو ده. انتوا لو عايزين ده اعملوه من نفسكم. انتوا لو حابين ده او شايفين المقلب يستاهل اعملوه. عائله احمد حسن الحلوين يعني انصرونا. ده فين وفين على ما بنعمل مقلب وينجح فيه ونصحى بنعاني وبنتعب. بصوا يا جماعه لو هو المقلب ده عجبكم انتوا من نفسكم بقى انزلوا اعملوا لايك واشتركوا وفعلوا الجرس ووصلوا ان شاء الله حتى ل 500,000 لايك براحتكم اللي انتوا عايزينه. ايوه طبعا عشان بيحبونا وعشان بيشجعونا عشان نعمل فيك اكتر من كده. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. باي. السلام عليكم.